اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي اطبخ واتعلم. تعالوا بينا نعمل اكله سهله وبسيطه واقتصاديه وعلى قد ايدينا بمكونات بسيطه جدا وبتركات مميزه. يلا بينا نبدا الفيديو، بس ما تنسوش اللايك والشير. عندي زيت ساخن على النار جدا، حطيت كميه مناسبه، وهنا مقطعه القوانص قطع متوسطه، يعني القناصه مقطعاها حوالي 3 اجزاء. نزلت بالقوانص في زيت ساخن جدا على النار، وبحاول اني اوزع القوانص ما تبقاش على بعضها، بحيث انها تاخد صدمه من جميع الجوانب، وفي نفس الوقت ما تنزلش سوائل منها. طبعا انا مصفياها كويس جدا وغسلاها بالملح والليمون، مش بحط خالص في غسيلها خل خالص. نفس النظام الكبده، ممكن تنقعي الكبده في شويه من الحليب او اللبن، بحيث ان اللبن بيسحب اي سموم موجوده في الكبده، لان الكبده بتبقى عباره عن عضو هو مركز للسموم، فبيمتص السموم اللي موجود في جسم الطائر او الانسان او اي كائن يعني. هنا بقلب بقى بعد ما بتقفل المسام بتاعتها من تحت، قلبتها كويس جدا. وبعد كده بكون محضره الكبد بتاعتي برضو نفس التقطيع تقريبا. بحاول برضو ان ما يبقاش فيها اي ميه علشان ما تزفرش معايا. بحاول اني اوزع الكبد بالشكل ده على الطاسه. احنا هنا تخطينا خطوه ان انا اسلق الكبد والقوانص اوديها غلوه على النار. بعد ما بتاخد لون من تحت ببدا اقلبها على الناحيه التانية، واحاول شغلي كله يكون على نار عاليه، بحيث ان الكبده ما تنزلش الميه بتاعتها. زي ما قلنا الكبده لو نزلت الميه بتاعتها خلاص زفرت، ما يبقاش ليها حل ولا ليها علاج تاني. وفي نفس الوقت انا عايزه اكل حته كبده يعني جوسي كده، مش ناشفه. بعد كده بعد ما الكبده بتاخد اللون من جميع الجوانب، هبدا اضيف شويه من الفلفل الاسود، ورقه لوري، وفص واحد من الحبهان. لو عندك ورق لوري مطحون ممكن تحط شويه على سن المعلقه، او نفس نظام الحبهان برضو لو بودره يبقى كويس جدا. ولكن احنا يعني عارفين احنا بنعمل ايه، فبعد ما نخلص اكل هنشيل ورق اللورة ونشيل الحبهان. عندي بصل جوليان، وعندي توم مفروم، وعندي فلفل مخلل، وعندي طماطم مقطعة مكعبات، وفلفل رومي. بدأت ان نزلت بالبصل الجوليان وقلبته بالشكل ده. بعد ما بقلبه هبدأ ان انا انزل بالملح، كمية ملح تكون مناسبة. ده ملح انا محوجاه كده بشوية من الكزبرة والكمون وشوية من الفلفل الاسود، طحناهم مع بعض. قلبت كويس، وهبدأ اضيف معلقة الثوم المفروم. هنقلب كويس جدا. بعد كده هبدأ اضيف الخضار بتاعي، هبدأ اضيف الطماطم والفلفل الرومي والفلفل المخلل. انا مقطعه نص قرن فلفل حار كده، بيدي طعم حلو ومزازه وطعم كويس جدا للكبد والقوانص. هسيبها بقى تتسبك كده، وبعد كده بعد ما تتسبك وخلاص دخلنا بقى في السوى التام وخلاص هنطفي، حطيت معلقتين كبار من دبس الرمان، بيدي طعم حلو قوي ومزازه. يعني اللي ما بياكلش الكبد والقوانص صدقوني بجد هياكلها. وخلاص كده اكلتنا جهزت. قدمتها مع شويه بطاطس محمره، وعصرت عليها ليمونه، عصير ليمون بالطريقه دي بيبقى برضو بتديها تيست حلو قوي وفي منتهى الجمال. وقدمتها مع شويه رز مصري ببصل كده مشوحاه مع زيت وزبده، ومع فلفل اسود ومكعب مرق. اكله في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتعليق لأي استفسار، وانا تحت امركم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.